قطعتها بالنظر كده، بس بما ان الصاج يعني 30 في 40 فقطعت الطول على 3 بحيث ان القطعه تكون 10 سم، فبتكون حلوه جدا. اما بقى العرض فطبعا ده براحتك انت، حسب بقى ما انت عايزه القطعه صغيره كبيره. انا قطعتها بالنظر كده يعني 5 سم، يعني طلعت معايا 3 في 8 ب 24 قطعه جاتوه. ممكن كمان لو انت عايزاها اصغر من كده تعمليها على 9، فهتطلع معاكي 3 في 9 ب 27 قطعه جاتوه. المهم بقى ان هي بعد ما تطلع من الفريزر فطبعا بتكون متماسكه جدا. السكينه بقى اللي انت هتقطعي بيها يا اما هتحطيها في ميه سخنه جدا يا اما هتحطيها على عين البوتاجاز. المهم ان كل ما تقطعي صف لازم تمسحي السكينه علشان تديكي شكل متساوي. هي بتتقطع بمنتهى السهوله. وكان فاضل حته كريمه صغيره جدا، حطيتها برضو على شكل وردات كده صغيره على الوش. وطلعت بقى كل الحلويات البسيطه اللي كانت عند الاولاد، يعني شوكولاته سبرينكلز كده على شكل قلوب او سبرينكلز كور كده صغيره زي ما انتم شايفين. المهم يعني ان التزيين ده طبعا بيكون حسب الرغبه، وبما اني بقى بعملها للاولاد فحبيت استخدم الحاجات البسيطه اللي هم بيحبوها